صباح الخير. احنا في الكيلو 70 طريق مصر اسكندرية الصحراوي، بنصور 10 فدادين. 10 فدادين، البوابة بتاعتهم اهي هناك، دي البوابة الرئيسية بتاعت الفيلا. احنا هنخش هنا من الجراج، ده الجراج بتاعها، ده الطريق الاسفلت، ونبتدي بالجراج. ده جراج يشيل عربيتين كبار، ودي 180 متر مباني. دي أوضة بحمام، هي مقفولة بس دلوقتي. دي أوضة بحمام للسواق، وفي أوضتين تانيين هنا، في أوضتين تانيين هنا لا مفيش أوضتين تانيين، هي بس دي أوضة بحمام للسواق مع الجراج، ودي الجنينة بتاعتها، وده المدخل. الفدان الأولاني عليه الفيلا، وعليه جنينة أشجار مختلفة، في 32 برحي، وفي 2 مجدول. طبعا البرحي يعني شجر نخلة البرحي بتتباع ب3500 دلوقتي، مجدول بتتباع ب10. ده تفاح طالع اهو، بسم الله ما شاء الله. أشجار فاكهة مختلفة، برتقان ومانجا ومشمش وحاجات كتيرة، تفاح. دي بقية الجنينة. دي مانجا أصناف، حبة اهو، بسم الله ما شاء الله على الشجر. وطبعا هو الشجر ده متهمل، يعني ما يعتبرش ده الطرح بتاعه الطبيعي. الدنيا متهملة هنا شوية، مزرعة متسابة بقالها فترة، ولكن الشجر حالته كويسة، وبيتفتح سنة ويشتغل تاني سنة عادي بأقصى إنتاجيته. ده تفاح كله، ده تفاح كله. دي كمثرى تقريبا، لا تفاح برضو. ودي بقية الأرض، هو الفدان مفصول، وبعد كده ال9 فدادين، بعد كده ال9 فدادين زرع بطيخ، لو باين من هنا، زرع بطيخ محاصيل كلها، وفي شجر زيتون في الآخر، وآخر الأرض الجزورين اللي في الآخر خالص. الجزورين اللي في الوش ده آخر الأرض، وقبله الزيتون ومحاصيل، وهي زرع بطيخ الفترة دي. تمام، نرجع للفيلا نصورها من جوه. الشجرة هنا طرحة كلها بسم الله ما شاء الله، بس في إهمال. الشجر ده بالظبط عايز سنة فتوح، وتاخد منه السنة الجاية الإنتاج الطبيعي بتاعه. ده برتقان طرح اهو كله. يعني زي ما قلنا، هي عايزة سنة فتوح، ومن السنة الجاية تاخد إنتاج. الشجر ده يكون فاق في السنة الفتوح دي، والشجر يكون فاق ويشتغل من السنة الجاية بإذن الله. دي الفيلا من ورا. الجدران هنا بتاعت الفيلا سمكها كبير جدا، معمولة طبقتين، وفي طبقة في النص عازل حرارة ورطوبة، فالشمس بره تضرب بس ما تأثرش على جوه خالص. وفي نفس الوقت برضو في الشتاء الرطوبة ما تسحبش جوه البيت. دي متكلفة جدا، جدرانها كلها بالمنظر ده. واحنا هنا داخلين من المطبخ، ده المطبخ.
ده حمام الضيوف. ده الحمام. ودي زي قاعة عربي، مساحة داخلية جوه البيت، ولها سلم تطلع على الروف على طول. ده كده الريسبشن. وده جزء تاني من الريسبشن. وده المدخل بتاع الفيلا من البوابة الرئيسية. هنا نخش على أوض النوم. دي أول أوضة. أوضة كبيرة. ده الحمام. دي أوضة تانية كبيرة. ودي باب يطلع على الساحة اللي بره، اللي احنا دخلنا منها من الباب ده عند المطبخ. ودي الساحة، وده السلم اللي يطلع على الروف. نطلع على السلم. دي الليفينج روم. دي الساحة الداخلية. دي أوضة. يبقى كده معانا أوضتين وحمام. دي أوضة كبيرة. ده الدرسنج روم. ودي الأوضة. وده الحمام. ده مطبخ أو أوفيس.
طبعا التراس بره ده تراس خارجي. دي هنا الجراج اللي احنا دخلنا من عنده، وده المدخل. طيب كده الأوضة في تراس خارجي. ده التراس الخارجي على الأرض. دي الأرض قدامنا، ده البطيخ اللي وراها محاصيل، وراها زيتون، ووراها شجر الجزورين. ده آخر حاجة. طبعا هنا يتعمل حمام سباحة محترم في الواجهة الأمامية، يعني نضحي بشجرتين المانجا دول ويتعمل حمام سباحة محترم. العنابر دي تبع الأرض جوه حزام الأرض للتربية. والدنيا هنا جميلة جدا، كله فيلل زي ما احنا شايفين، فيه اهتمام. يعني الجار ده واحد بقى مهتم وقاعد في الأرض، حاجة محترمة جدا. هنا برضو نفس القصة، عايزة شوية ترميمات وشغل شوية والدنيا تبقى جميلة قوي. الفيلا هنا كلها زي ما قلنا الحيطان الجدران بتاعتها كلها جدران سميكة. يعني نبص على الجدران هنا من عند الشباك ده تخن الجدران كلها بتاعت الحيطان كلها في الفيلا كلها. معمول طبقة طوب وطبقة طوب، وبينهم وبين بعض الطبقة العازلة من الحرارة والرطوبة. يعني حاجة جميلة جدا. المية هنا في خط عمومي واصل على الفيلا والجنينة بتاعتها اللي هو الفدان، خط كامل مية. ده الملوحة بتاعته 400 جزء في المليون. وبقية الأرض اللي ورا الملوحة بتاعت البير بتاعها 2300 جزء في المليون. 2300 جزء في المليون. لو عايز بير حلو يطلع مية 300 جزء في المليون، في مزرعة جنبنا هنا دقاه في نفس بيننا وبينها 100 متر، 300 جزء في المليون بتنزل بير على 300 متر. التكلفة بتاعته الإجمالية بالطرمبة الغاطس بتاعته يعني بالكتير بتوصل ل 300,000، هي ما بتعديش 300,000. 300,000 يبقى معاك بير تزرع فيه اللي انت عايزه. اما دول شجر المانجا والكل ده كله على الخط المائي العمومي اللي هو 400 جزء في المليون. تمام. الارض هنا عقود ملك نهائية خلصت الثمن، مسجلة شهر عقاري، معلهاش اي جنيه للدولة، عقد اخضر وعقد ازرق. مطلوب في الارض 4,500,000. 4,500,000. احنا على كيلو 70 طريق مصر اسكندرية الصحراوي. بيننا وبين الطريق عشان في لفة الصحراوي بتوصل ل20 كيلو على الاسفلت، اسفلت في اسفلت 20 كيلو لحد ما نطلع على الصحراوي. بس بعد موضوع القطر الكهرباء ما يتم والطريق البديل اللي جنبه يتعمل، يعني الكلام ده في خلال سنتين ان شاء الله يكون خلاص اتنفذ، هيبقى بيننا وبين الطريق ما يكملش 5 كيلو اسفلت كله. اما الطريق التاني فهو 5 كيلو من هنا بينزل على طريق ضبع على طول، منهم 3 كيلو اسفلت و2 مدق حرير ما تمشي عليه كل العربيات، مش مدق وحش، مدق جميل جدا. وفي نفس الوقت هو هيتسفلت كده. فالناس اللي هي في القاهرة و6 اكتوبر تقدر تاخد طريق ضبعة وتنزل 5 كيلو تبقى في الارض على طول. فده اسهل من الطريق الصحراوي حاليا. قدام هتبقى متساوية، يعني هيبقى ده زي ده.
يا رب نكون غطينا كل التفاصيل وشرحنا كل حاجة، ودعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة. ده بيشجعنا ان احنا نستمر ونحاول دايما نجيب اكتر حاجة مميزة نقدر نجيبها. والسلام عليكم.